زي ما عرضنا لكم قبل كده الواتش 4 برو من هاي نوتيكو، وكمان الناس كانت معجبه بيها جدا. اول ما نزل تحديث بمواصفات جديده وامكانيات جديده عرضناها لكم على طول، وهنقول لكم فيها كل المزايا اللي موجوده هنا ومش موجوده هنا. لو مهتم بالتفاصيل دي كلها واحدث بديل لهواوي واتش 4 برو تابع معانا الفيديو ده. في البدايه الساعه الجديده نفس حجم الهواوي بالملي، حتى نفس الاكسسوارات مقاس 22. الساعه بتتميز عن اي ساعه موجوده تاني ان فيها عدد 3 وضع اولوز اون ديسبلاي. عايز وضع اولوز اون ديسبلاي بالارقام موجود، بالعقرب برضو موجود. عايز الخلفيه نفسها بتاع الساعه تكون وضع اولوز اون ديسبلاي ومستمر الى ما لا نهايه برضو موجود. الساعه بتتميز طبعا كالعاده فيها اتصال واستقبال مكالمات، لكن المهم هنا والمميز فيها عن اي موديل تاني ان بتظهر كل الاسماء اللي موجوده على الموبايل حتى لو 10000 اسم. مش بس كده، دي كمان بيتسجل عليها 50 اسم. طب الساعات التانيه كانت بتسجل عليها 8 اسماء بحد اقصى 20 اسم فقط. الساعه كمان كل الخلفيات اللي موجوده على الابلكيشن بتاعك كلها مجانا. كمان اقدر احط خلفيه بصوره شخصيه، بالاضافه ان الخلفيه بتكون خلفيتين مع بعض، وكمان اقدر اكتب على الخلفيه نفسها، وكمان اقدر احط ايموجي على الخلفيه، وده ايضا ما كانش موجود في اي ساعه تانية. الساعه كمان زي الموديلات الحديثه كلها ان فيها الاماءه، بمجرد ما حد يتصل عليا مش محتاج ان انا ارد من الموبايل ولا محتاج ان انا اضغط على الساعه، بمجرد الحركه بالشكل ده تقدر ترد مباشره زي الابل الاصليه والموديلات الاصليه البراندات كلها. الساعه كمان فيها اكتر من 20 لغه، وده ايضا عدد مختلف عن الساعات الثانيه، بتبقى فيها حوالي 10 لغات او 11 لغه فقط. وده بيخلي الاشعارات ايا كان اللغه اللي موجوده بيها بتيجي بلغه صحيحه وسليمه، ومن ضمنها واللي يهمنا اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. ده مش بس كده، ده ايضا الساعه بيجي فيها رساله بشكل كبير الى حد ما. يعني الساعات اللي كانت موجوده قبل كده من ضمنها الواتش 4 برو، الساعات كانت بتيجي بمجرد 5 كلمات فقط، انما دي لا بتيجي بكلمات كتير شويه عن الساعات اللي كانت موجوده قبل كده. الساعه كمان زي ما احنا شايفين كده بتيجي بعدد 2 اكسسوار، الرولكس الاصلي المعدن وكمان السيليكون الاسود برضو، ده الاثنين موجودين فيها مقاس 22 بتغيره بشكل سهل جدا. كمان الساعه بتتميز ان هي التاتش بتاعها سهل وسريع جدا في التعامل، وكمان الاضاءه بتاعته سواء في ضوء الشمس او حتى في اي اضاءه بتكون واضحه جدا. كمان الساعه بتتميز باكتر من شكل للقوائم الداخليه، بتقدر تغيره ايضا بشكل سهل جدا. بتدعم التحكم في الفايبريشن، وبيميزها عن اي ساعه ثانيه كانت موجوده ان فيها درجات للفايبريشن نفسه، درجه اولى باهتزاز جامد، باهتزاز اقل، باهتزاز اقل خالص. ده كله ما كانش موجود في اي ساعه ثانيه قبل كده. الساعه كمان بتدعم التقويم مقاس 22، يعني بيركب عليها كل الاكسسوارات المتاحه مقاس 22، سواء بقى جلد، رولكس، معدن، ماجنتيك، سيليكون، كل الحاجات دي بتركب عليها بشكل سهل وسلس. الساعه كمان فيها باسورد علشان الخصوصيه. الساعه اقدر اتابع منها الطقس. الساعة كمان فيها آلة حاسبة. الساعة أيضا أقدر أتابع منها الخطوات والمشي وحرق السعرات الحرارية. الساعة فيها متابعة لساعات النوم العميق وساعات النوم الخفيف. كمان الساعة فيها العديد من القياسات الطبية زي نبض القلب، أكسجين الدم، ضغط الدم. وكالعادة زي ما عرفناكم قبل كده ان الساعات تدعم القياسات الطبية، ولكنها غير دقيقة وغير معتمدة، لان صحة الناس امانة لا يستهان بها. الساعة كمان فيها متابعة العديد من الانشطة الرياضية زي المشي وكرة القدم وجميع انواع الرياضات والجري والجيم، كل الحاجات دي كلها متوفرة في الساعة واقدر اتابعها منها بشكل سهل جدا. الساعة كمان لو موبايلك ايفون تقدر تطلب منها سيري بشكل سهل، وكمان لو موبايلك اندرويد تقدر تطلب منها جوجل اسيست، وتقدر تعمل منها اي اوردر يجي لك على الموبايل. الساعه كمان فيها متابعه والتحكم للميوزك اللي شغاله على الموبايل، واقدر اشغل التراك اللي قبله والتراك اللي بعده، اشغل عليها قران واوقف واشغل القران اللي قبله والقران اللي بعده، ده كله من الساعه. اقدر اعمل زوم على اي ايقونه موجوده في القائمه الداخليه بتقدر تفتحها، وده ايضا نفس ستايل الابل الاصليه. الساعة أيضا بتتميز إن الوقت فيها بقدر أتحكم فيه بشكل مباشر من الساعة. يعني قبل كده لازم البرنامج نفسه هو اللي بيتحكم في الوقت، لا ده مش بس إن هي تقدر تتحكم في الوقت من الساعة مباشرة وتعدله براحتك، ده كمان توقيت 12 ساعة و24 ساعة أقدر أشغله أيضا على الساعة. كمان لو الساعة ضاعت مني أو الموبايل بعيد عني أقدر أعمل بحث من الموبايل على الساعة وبحث من الساعة على الموبايل كمان، عشان أقدر أدور على أي جهاز منهم تايه مني. وبكده نكون عرضنا لكم اهم المزايا والتفاصيل والفروقات والاختلافات ما بين الواتش 4 برو اللي هي هاي نوتيكو والواتش 4 برو الجديده بالتحديثات الجديده من براند بي ام ال.
لو محتاج المنتج او محتاج اي تفاصيل خاصه بالمنتج تقدر تراسلنا على الواتساب او على الفيسبوك موبيفون سمارت تك، او على الانستا موبيفون تك نمبر 1، او تنورنا بمقرنا بمدينه نصر او العباس، او تنورنا بمقرنا بالهرم تقاطع المروطيه، او تكلمنا تليفونيا وهنوفيك بكل التفاصيل كلها، ومتاح توصيل لاي مكان داخل جمهوريه مصر العربيه. السلام عليكم.